تعالوا نبدأ بالترتيب اللي احنا اشتغلنا عليه واحدة واحدة، وملخص سريع قبل ما نخش في الجديد. احنا اول حاجة عملناها قلنا واحد عايز يعمل ايه؟ بيزنس ايديا، هو عايز يطلع فكرة. فاستخدمنا البيزنس ايديا جنريتور، اوكي، من خلال بقى الميني ايجنت عشان يقدر ان هو يساعدنا. وبرضو استخدمنا حاجة اسمها سكيل تو بيزنس، وده اي اي ورك فلو، يقدر برضو ان هو يساعدنا. المرحلة اللي بعديها وقلنا هي مرحلة مهمة جدا، انا دايما بحب ان انا اشتغل عليها، هي تحديد مين التارجت اودينس بتاعنا، مين هو العميل المستهدف. لان انا لما بعرف العميل المستهدف ببدأ احس ان الموضوع بتكلم مع بني ادم محتاج ان انا اخد بالي منه، محتاج ان انا اسمعه، محتاج ان انا افكر فيه. المرحلة اللي بعديها واحدة برضو من الحاجات اللي انا ما بقدرش ان انا استغنى عنها مهما كان، حتة البراند مسج. لان هي بتجمع لي حاجات كتيرة ممكن ان انا ما اكونش شايفها قدامي. لان البراند مسج بتحاول ان هي تجاوب على ايه هي الانترنال بروبلم، ايه هي الاكسترنال بروبلم اند سو اون. فواحدة من الحاجات المهمة جدا بعد ما بختار الفكرة وبعد ما بعرف مين العميل المستهدف، ببدأ ان انا اعمل براند مسج، لان هي بتخليني افهم حاجات كتير. المرحلة اللي بعديها هي مرحلة الاكسبلوريشن. بخش اعمل اكسبلوريشن وبشوف، سواء بعمل اكسبلوريشن بالاي اي او حتى بعمله بشكل يعني شخصي بيرسونال، اوكي. يعني الاتنين مهمين، انا بشوف حواليا الدنيا شكلها عامل ازاي، مين المنافسين اللي موجودين، وبرضه بعمل اي اي عشان يلخص لي الموضوع. بس ما تعتمدش فقط على الاي اي في الاكسبلوريشن، لان انت محتاج تبص عليها بنفسك، محتاج ان انت تقول وجهة نظرك بنفسك. فانا دايما احب اميكس ما بين الاي اي والبيرسونال، يعني تاتش في حتة الاكسبلوريشن. المرحلة اللي بعدها بعد ما عملت الاكسبلوريشن تمام، انا تأكدت ان الفكرة بتاعتي في المرحلة دي هي فكرة قابلة للنجاح، او فكرة قابلة ان هي ترتقي ان هي تبقى بيزنس ايديا. المرحلة اللي بعديها هي مرحلة مهمة جدا، واحنا بنتكلم على الناس اللي هي بتشتغل على الفكر بتاعه وعايزة تحولها لبيزنس، او خدمة وعايزة تحولها لبيزنس. فمهم جدا ان انا اعرف ايه، مهم جدا ان انا اعرف ايه هي البرودكت ايكو سيستم، ايه هو البرودكتس بتاعتي اللي انا هصنعها، اوكي. الايكو سيستم في الاكسبلوريشن بيدي لك فيها جزء كده في بيزنس موديل، وبرده في البرودكت ايكو سيستم بيدي لك برده ايه هي البيزنس موديل اللي انت محتاج تعملها، ايه المنتج الاساسي اللي انت محتاج تشتغل عليه، ايه المنتج الاولي اللي ممكن يخلي الناس تقتنع، ايه المنتج اللي ممكن سعره عالي اللي انت ممكن تفكر فيه في المستقبل. فهنا بيقدر ان هو يطلع لك منتجات قائمة على ايه؟ قائمة على البيزنس ايديا اللي احنا طلعناها. طيب مروان، احنا عملنا دلوقتي جبنا افكار للمنتجات. المرحلة اللي بعديها هبدأ ان انا اديزاين، هبدأ ان انا اصمم المنتجات، هبدأ ان انا اصمم ابني بقى المنتجات. طب ابني المنتجات اللي هي ايه؟ اكتر حاجات محتاجة ان انا ابنيها الاول. اول حاجة محتاج ان انا ابنيها هو السيجنيتشر برودكت، اللي هو البرودكت اللي زي ما قلنا اللي هو ثمنه ازيد من $200 ان امكن. يعني بقول افريج، يعني في الشرق الاوسط اكتر من $200. وانت بتفكر برضو في حاجة اسمها الانتري برودكت، ده برودكت ممكن من 7 لغاية $47. وده منتج بيساعدنا ان احنا نبني الثقة. وبتفكر برضو تعمل حاجة اسمها ليد ماجنت، لان الليد ماجنت ده بيساعد الناس ان هم يثقوا فيك فيروحوا يشتروا الانتري برودكت، والانتري برودكت يخليهم يشتروا السيجنيتشر برودكت. فدول الحاجات اللي انا محتاج ان انا اصممها. واتكلمنا عشان اصمم كل واحد استخدمنا اي اي تولز، والاي اي تولز بتاعتنا لو احنا كنا عايزين نعمل بي دي اف، واستخدمنا اي اي تولز اللي هو philosophy maker، ان احنا نصنع فلسفة ونسميها philosophy maker. اعتقد عند رومي philosophy maker، بحيث ان احنا نصنع فلسفة للحاجات اللي احنا نطلعها عشان ترتبط بينا. فدي الحاجات اللي احنا طلعناها. بعد كده بعد ما صنعنا الفلسفي، وبعد ما بقى عندنا ليد ماجنت وانتري برودكت وسيجنيتشر برودكت، الا وهي فكره الفانل نفسها، قلنا واحده من الحاجات الاساسيه ان احنا نعمل حاجه اسمها ايه؟ فانل كرييشن. ودول هتلاقوها ان شاء الله في التحدي الرابع. فانل كرييشن اللي هو هروح فين، او هخلي الناس تروح فين. انا عملت دلوقتي الانتري برودكت او عملت الليد ماجنت، ايه الرحله بتاعت العميل نفسها اللي هينتقل من هنا لهنا لهنا، انا محتاج ان انا اكون شايفها. فدي
الفانل نفسها. وبعد الفانل هنروح بعد كده على السيلز ونبدأ نبيع او نكتب السيلز بيج اللي احنا هنقول للناس دوس على دي، او دي الصفحة اللي هتقول لهم يعملوا ايه وهياخدوا ايه، ودوس على دي. واحنا عملنا السيلز بيج كرييتر وهنتكلم عليها مرة تانية النهاردة ان شاء الله. فدي الحلقة اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عليها. اللي انا حابب ان انا اركز عليه النهارده هي فكره الفانل كرييشن، وعملت لكم اداتين ذكاء اصطناعي تسهل عليكم الحته دي، وان شاء الله هتكون متاحه برضو داخل الكورس ده، وداخل ان شاء الله هويه دوت يعني دوت اي اي البلاتفورم بتاعنا هيكونوا متاحين، عشان فكره الفانل تكونوا عارفينها ودارسينها، ومحدش يطلع من مجتمع هوية غير ما يكون إن شاء الله متمرس في موضوع صناعة الفانل. فهو ده اللي هنبدأ بيه النهاردة، سواء إن إحنا عايزين نعمل فانل لليد ماجنت. يعني إيه فانل ليد ماجنت؟ أشتغل عليه إزاي ورحلة العميل. يعني إيه الفانل بتاع الانتري برودكت اللي هو فانل اللي أنا ببيع فيه المنتج بتاعي اللي هو ممكن مش غالي الثمن. وايه الفانل بتاع السيجنيتشر برودكت اللي هو هيكون شبه الانتري برودكت شويه، بس احب ان انتوا برضو تكونوا عارفينه، لان هما الاتنين دول اللي هنبدأ بيهم التسويق بتاعنا. احنا هنشتغل تسويق ونطلع على السوشيال ميديا عشان نبيع ده وده، اللي بيسموها دي الواجهة بتاعتنا. واللي هيخش المحل اللي هيخش بعد الواجهة دي هنبيع له ايه؟ السيجنيتشر برودكت. ممكن تبيع السيجنيتشر برودكت بتاعك على طول، يس، ولكن لازم يكون عندك وورم كاستمرز، لازم يكون عندك ناس شافتك عشان تقدر تبيع لهم منتج اللي هو ب $200. لان انت لما تيجي دلوقتي على طول تبيع لهم المنتج ابو $200، الناس ممكن تستغلاه لان هي مش واثقه فيك. ففايده الانتري برودكت وفايده الليد ماجنت فايدتهم ايه؟ ان هم بيساعدوا الناس ان هم يثقوا فيك، فبيقدروا ان هم يشتروا المنتج اللي هو ب 200 300 400 و500 دولار. فدي هدف الليد ماجنت والانتر برودكت. لو حد قال لي مروان ما ينفعش ان انا اروح ابيع ده على طول، ينفع لو عندك الناس اللي هم الورم كاستمرز. لو ما عندكش دول فانت محتاج ان انت تبني الثقة الاول من خلال تسويق، من خلال سوشيال ميديا، بتودي الناس لحاجة مجانية ان هم يجربوك، وفي نفس الوقت انتري برودكت عشان تحول الناس اللي بس محتاجين ان هم يشاهدوا ببلاش ان هم يبدأوا ان هم يدفعوا مقابل، وانت بتتابع معاهم عشان يشتروا السيجنيتشر برودكت. وده كان ملخص سريع للي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. طيب هنتكلم على ايه النهاردة؟ النهاردة هنتكلم على بعض الاشياء اللي ممكن تكون مهمة جدا بالنسبة للناس، الا وهي الفانل مابينج. يعني ازاي احنا بنشتغل على نمشي الفانل، يعني الفانل هيمشي ازاي ويبقى شكله عامل ازاي. وهنا هوريكم 2 AI tools يعني انا بستخدمهم، وحدها لكم فور فري ان شاء الله تقدروا ان انتوا تجربوها. فدي اول حاجة هنعملها. تاني حاجة صناعة السيلز بيج او البيجز، لان هنا الفانل فيها بيجز، عايزين نصنع البيجز دي سواء كوبي او ديزاين. فحوريكم افضل الاماكن اللي ممكن تعمل منها الكوبي، وافضل الاماكن اللي انت ممكن تعمل منها ديزاين للويب سايت بتاعك اللي الناس هتخش عليه. وتالت حاجة هنتكلم عليها هنا هي السوشيال ميديا. اوكي، ازاي اقدر ان انا اخلق بقى كونتنت على السوشيال ميديا بشكل مختلف، بحيث ان الناس تقدر ان هي تشوفه، والناس ان هي تقدر ان هي تتفاعل معاه، وبيودي على السيلز بيج دي. ازاي يا مروان انت بتستخدمها؟ ايه الاي اي تولز اللي احنا ممكن نستخدمها؟ كل ده هنتكلم فيه النهارده. ويبقى كده خلصنا فكرة from idea to offer. يبقى انت كده قفلت الاوفر بتاعك بالسوشيال ميديا، بتطلع تتكلم عنه، تودي الناس على الليد ماجنت، تودي الناس على الانتري برودكت، وبعد الانتري برودكت تروح يشتروا منك السيجنيتشر برودكت. وبعد كده بعد فتره تقدر كمان ان انت تبيع لهم الهاي تيكت برودكت ان شاء الله اللي هيكون عندك، وممكن نعمل عنه حلقه خاصه عن الهاي تيكت برودكت ان شاء الله. احنا اتكلمنا عنه، احنا اتكلمنا على البراند مسج. البراند مسج دي مهمه جدا. فاكرين ان احنا قلنا عندنا في شركه عايزه تعمل او ماركتنج فانل استراتيجي بالنسبه للبزنس اونرز والبزنس ليدرز. فالبراند مسج بتحدد مين هو الكاستمر، ايه هي المشكله، ايه هي السولوشن، البلان بتاعتنا ايه، الليد جنريشن، افكار للليد جنريشن والسكسس والفيلير. دي مهمه قوي، وعشان كده انا فاتحها ليه، لان احنا دايما هنستخدمها. فارجو ان انت
لو انت بتعمل البراند مسج بتاعتك خدها، انت ممكن تعمل هنا داونلود زي ما حضراتكم شايفين او كوبي، وتعمل فولدر عندك على جوجل درايف او في اللابتوب بتاعك، تحط الحاجات دي عندك عشان ما تنساهاش وتبقى دايما موجودة. فدي ايه الستوري مسج او البراند ستوري. تاني حاجة عملناها هي ايه البرودكت ايكو سيستم. بعد ما عملت الستوري قلت له لو سمحت بقى انا عايز ايه انواع للبرودكتس ممكن اعملها. فقال لي والله يا مروان عندي افكار للانتري برودكت بتاعك، اللي هو ممكن يكون فن ستارتر كيت، ممكن تعمله للكوتشز والترينرز، ممكن تعمل حاجة اسمها فانل ستارتر للشخص اللي هو لسه بيبدأ، تديله تمبلتس، تديله حاجات بسيطة، وبعد كده تدخله على الكور اوفر بقى بتاعك اللي هو السيجنتشر برودكت، اللي هو فانل ماستري ورك شوب. تعمل ورك شوب اسمها فانل ماستري، ان انت تعلمهم ادفانسد بقى تكنيك وتكنيكس بقى حديثه، وان هم يشتغلوا بايديهم ويبقى في انجيجمنت اكتر معاهم. تالت حاجه بيديني افكار لهاي تيكت، حاجه اسمها اليت فانل كونسلتنج، يعني انت ممكن تعمل بقى كونسلتيشن معاهم 1 اون 1، تعمل لهم انت الحاجات دي. وبيقول لي والله ممكن كمان تعمل سبسكريبشن موديل. فهو بيقول لي والله ده ممكن يكون بكذا، مش لازم تاخد الاسعار دي، ولكن هو بيدي لك suggestion، يعني اقتراحات للاسعار. اوكي. وبيقول لك النكست ستيب بتاعتك ايه. عظيم. يبقى انا فهمت. ممكن اخد طبعا ودي معاه اقول له لا غيرها لي، ممكن اخد الكلام ده وادخله على الشات جي بي تي او الحاجات اللي انت بتعرف تستخدمها اكتر، تاخد تتكلم معاه تقول له ان انا طلع لي الحاجات دي، انا عايز مثلا امثله اكتر. لان اهم حاجه ان في هويه هنا بتعلم زي ما حضراتكم شايفين ان انا بفكر ازاي، وبعد كده اخد التفكير ده اخش بقى في عمقه. ده ممكن اي تول، بس اهم حاجه انا عرفت الطريقه اللي بفكر فيها، الدايركشن، الاتجاه. انا ماشي محتاج ان انا امشي ناحيه الشمال، فببدا ان انا استخدم بقى توك توك، استخدم عربيه، استخدم طياره عشان اتجه ناحيه الشمال. ولكن انا لو ما عرفتش الاتجاه بتاعي ودخلت تشات جي بي تي مش عارف يعني ايه اساسا برودكت ايكو سيستم، فممكن الموضوع يبقى صعب. ولكن انا لما عرفت على الاقل الطريق، ممكن ان انا اطور منه. دي الافكار اللي هو عطاها لي. فلو انت مش عاجبك الافكار دي تقول له ممكن اديني افكار جديده، تعمل ريجنريت، فتقدر ان انت تشتغل عليها براحتك. حلو قوي. انا عاجبني اللي هو الفانل ستارتر والفانل ماستري ورك شوب. زي ما احنا قلنا ممكن نروح على الاي اي بقى تول اللي هي بتديزاين الكور اوفر، بس مش هنعملها دلوقتي. او ان انت بقى بتبدا تفكر ايه الخبره بتاعتك، هحط هنا ايه، ابدا ان انا اجتهد وابدا ان انا افكر فيها واطلع شيء معين. وطبعا ممكن برضو الاي اي بتاعنا ان هو يساعدك، اللي هو الاي اي ورك فلو اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ان انت هاو تو ديزاين البروجرام من الجلدة للجلدة زي ما حضراتكم شفتوا، وده موجود اوريدي على هوية. المرحلة اللي بعديها هي مرحلة انا عملت منتج، بس محدش زي ما احنا قلنا محدش بيطلع من مجتمع هوية عنده منتج فقط، انت لازم تطلع عندك منهجية او فلسفة. فعشان كده انا قلت ان انا هاخد المنتج ده اللي هو حاجه اسمها فانل ماستري ورك شوب. كويس ان انا هعمل حاجه اسمها فانل ماستري ورك شوب، بس ايه المنهجيه اللي انا هدرسها؟ مش هدرس معلومات، انا هدرس منهجيه. ومن هنا ياتي دور اللي هو الفيلوسوفي ميكر، وزي ما انتم شايفين هو تبع رومي برضو. فالفيلوسوفي ميكر بيقول لي طب ايه هي البرودكت بتاعك، ايه هو التارجت اودينس، ايه البيجست بروبلم. طبعا انا فاتح الحاجات دي عشان، وبرضه فاتح البراند مسج عشان اخد من هنا احط هنا على طول. عشان كده البراند مسج مهمة جدا لانها فيها تفاصيل هتبقى محتاج ان انت تعرفها. وانا قاصد ان انا اكرر حاجات هنا، لان ما ينفعش ان انت تعمل برومبت او ان انت تعمل تسأل من غير ما الحاجات دي تبقى موجودة. فايه هي البيجست بروبلم، ايه هو الترانسفورميشن، الميثودولوجي بتاعتك عايزها من 5 ل7، عايز اكرونيم خليها بسيطة، ممكن تديله افكار عشان يعمل لك الفلسفة. واحنا الفلسفة بتاعتنا بسيطة قوي. ان انت عندك philosophy. Our funnel mastery workshop is designed to empower entrepreneurs and business owners with knowledge and tools to create high converting sales funnels through advanced strategy, conversion optimization, and analytics. We aim to transform your marketing effort into streamlined efficient process that drives significant business growth. عظيم. على فكرة برضو احنا دي بتتعمل بالعربي او بالانجلش، بس على حسب. هنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين في عربي وانجلش، بس انا كتبت بالانجلش على طول هنا. طيب، او الفلسفة دايما بيبقى فيها البين بوينتس، بيأكد على البين بوينتس تاني اللي هي ايه، continue facing الناس اللي هي عندك لسه low conversion، بتمس potential growth opportunity، struggle with inefficient marketing strategies، والبروميس بتاعنا. فبيدي لك ايه هي البين وايه هو البروميس،
وفي الاخر بيدي لك بقى براندد فريم ورك، بيقول لك فريم ورك ده بقى ايه الفريم ورك اللي انا ايه هشرحه، ويبقى الفلسفه بتاعتي، يبقى فلسفتي داخل السيرفيس دي او البروجرام ده اللي هو اسمه فانل ماستري ورك شوب. انا هقول لهم عندي فلسفه اسمها ايه؟ فوكس. هو سماها هنا فوكس. فوكس دي اسمها فانل اوبتمايزيشن اند كونفرجن ابجريد سيستم، سماها اللي هو فانل يعني ذا فوكس سيستم. فوكس دي اللي هو الاف بتاعها اول حاجه find your ideal audience، اتنين optimize your funnel design for maximum engagement، تلاتة جايه من سي اللي هي cultivate يعني compelling content that converts، ان انت بتعمل content عشان تكونفرت بيها الناس. utilize analytics to refine and improve strategies، حاول ان انت تستخدم الاناليتكس والاحصائيات عشان تحسنها، فده اللي انا هشرحه داخل الكورس ده او البروجرام ده. وسكيل your effort to expand reach and increase revenue، وحاول ان انت بقى ازاي تعمل سكيل عشان تزود الربح وتزود التأثير. فده اصبح الفريم ورك بتاعي. فيبقى انا دلوقتي مش بقى عندي فقط المنتج، ولكن انا كمان عملت له فلسفه. عظيم، ده السيجنتشر برودكت، انا باخد مثال على السيجنتشر برودكت، ولكن ممكن الانتري برودكت برضه تعمل له فلسفه. فانا خدت دلوقتي السيجنتشر برودكت نفسه، فكرت ايه المنهجيه اللي انا هشرحه بيها. والمنهجيه دايما زي ما احنا بنقول اللي هي عباره عن زي الكتاب، بيكون فيها فصول موجوده جوه، فانت بتخلق المنهجيه بتاعتك. فانا دلوقتي خلقت منهجيه اسمها ايه؟ فوكس، عشان اساعدك ان انت تعمل فانل ماستري. فدلوقتي اسمها ايه؟ فوكس على طول. اوكي، فلو حد قال ايه هي منهجيه فوكس، هيقول بتاعت مروان، بتاعت ايه؟ الفانل. ولكن لما نقول كام واحد بيدرس الفانلز بشكل عام في الشرق الاوسط او في العالم؟ كتير، بس كام واحد عنده منهجية فوكس؟ قليل. شفتوا البوزيشننج هنا؟ شكل المنهجية هنا بتعمل ايه؟ ان انت مش بتدرس. حتى على فكرة لو بتشتغل انتريور ديزاين، انت في الانتريور ديزاين بيقول تعالى انا عامل لكم انتريور ديزاين، او حد تاني يقول لا انا عندي منهجيه في الانتريور ديزايننج مكونه من 4 حاجات او من 5 حاجات. اول حاجه ممكن يكون مثلا زي بسمة عندها منهجيه سبيس، الاس بنعمل حاجه، البي بنعمل حاجه عشان في الاخر توصل للي انت عايزه. فكام واحد في الانتريور ديزايننج عنده منهجيه؟ العميل يكون شايف الطريقه او الستبس اللي هو هيمشي بيها، لان هو بيستريح لما هقول له فوكس 1 2 3، فهيحس ان انا مش واخد كوبي بيست من تشات جي بي تي، ده انا فكرت شويه عشان اعمل منهجيه. لان هي الحته دي اللي من وجهه نظري اللي بتقع من ناس كتير، وفي ناس كتير كتير ما بتدرسهاش، ولكن احنا هنا بنحاول ان احنا نسترس عليها، لان احنا المنهجيه هي اللي بتصنع هويه، مش اللوجو اللي بيصنع هويه، مش الكالرز اللي بتصنع هويه، المنهجيه هي اللي بتصنع الهويه. طيب حلو قوي مروان، انا دلوقتي عملت الفلسفي وعرفت البرنامج بتاعي اللي انا عايز اعمله. اعمل ايه بعد كده؟ ايه الخطوه الجايه اللي انا اعملها؟ خلاص انا دلوقتي بقى عندي هنفترض ان احنا عندنا ورم كاستمرز، وهنعمل السيجنتشر برودكت على طول، او اعتبروه هو الانتري برودكت، مش هتفرق يعني. ولكن ايه الخطوه الجايه بعد ما بقى عندي برودكت في منهجيه او في فلسفه؟ اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل الفانل بتاعه عشان ابدا ان انا اكتب الاوفر. في ناس ممكن تعمل الاوفر والاجابه مش غلط على فكره، يعني ان انا ابدا ان انا اكتب السيلز بيج بتاعت الفلسفه دي او المنهجيه دي، ده مش غلط. انا احب ان انا اشوف الفانل الاول كله على بعضه عشان اشوف عدد البيجز اللي انا محتاج ان انا ابنيها كام. اوكي، للمنتج ده. مروان انا بقى بخش عند الفانل وبقف، ما اعرفش اعمل ايه بقى. في ناس تقول لك مثلا انا عند الفانل ما بعرفش اتحرك، او فكره اللي انتوا بتقولوها الجيرني او الكاستمر جيرني ما نقدرش. بس احنا ما نقدرش على زعلك، فاحنا هنعمل ايه؟ خلينا لك بكل بساطه اي اي تول، والاي اي تول دي موجوده بالعربي او بالانجلش، بس ارجو كل الادوات اللي احنا بنديها لحضراتكم ان هي دايما تفضل يا اما فوقيه حضراتكم بتستخدموها، او استخدامكم الخاص فقط لا غير. ليه؟ لان هو لما بيتم استخدامها، لو احنا اعطيناها لاي حد تاني ويتم استخدامها بكثره، فممكن الفيز بتاعتها تعلى، فده يخلينا ان احنا نعلي الفيز على البلاتفورم نفسه، واحنا عايزينه يبقى يعني within الرينج بتاع حضراتكم. فده هو بس مصمم للناس اللي موجوده. فكل حاجه بنديها لحضراتكم
يعني تبقى ليكم فقط لا غير. ده بالعربي وبالانجلش زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي احنا محتاجين نعمل مخطط. يعني في ناس ممكن تكون عملتها قبل كده، ولكن انا عايز اعمل المسار نفسه. عايز اعمل انتري برودكت او منتج للدخول، ولكن عايز اشوف الرحلة اللي الناس هتمشيها، وانا اكتب ايه واعمل كام صفحة عشان الناس تقدر ان هي تخش عليه. تعالوا بقى واحدة واحدة. فببدأ ان انا اعمل هنا، بختار المجال التدريبي بتاعي. والله انا بقول مجال مثلا التدريب او الاستشارات، ان انا وكالة تسويقية، والله الجمال والعناية الشخصية، اللياقة والرياضة، تطبيق البرمجيات والتطبيقات. ممكن نكتب مثلا وكالة تسويق. طبعا لو انت مش عارف تقول ايه، ممكن تكلمه هنا، فهو بيقدر ان هو يساعدك ان انت تحدد الفانل بتاعك اللي انت عايزه. ولكن لو انت عارف ان انت عايز تعمل ايه، انت عايز تبيع منتج، فبتخش هنا عايز ابيع منتج. طيب لو انا مش عايز ابيع منتج، ممكن كنت اعمل ايه؟ تغيير الهدف. عايز ابني قائمتي، يعني اعمل مغناطيس اللي هو الليد ماجنت، اللي هو الهدية المجانية. فمثلا لو قلنا هنعمل هنا ايه؟ ليد ماجنت. فبيجيب لك هنا التسلسل بتاعك اللي انت محتاج تفكر فيه. التسلسل اول حاجة الزيارات. يعني ايه الزيارات؟ يعني الترافيك، يعني هتبدأ تعمل سوشيال ميديا. فهو بيقول لك هنا شغل اعلاناتك الاجتماعية، معلش هي سوشيال ميديا مدفوعة او غير مدفوعة، بتستهدف نقطة ألم واحدة محددة لكل مجموعة إعلانية. انشئ المنشورات بحسب تكون شكلها كويس، ويكون الدايمنشنز بتاعتها كويس. استفد من الظهور في البودكاست، لو انت تقدر تطلع في بودكاست تتكلم عن الموضوع ده يبقى عظيم. اختبر من 3 ل 5 ابداعات اعلانيه، يعني كرييتيفز مختلفه. حط كرييتيفز مختلفه، حط زاويه تسويقيه مختلفه عشان تبدا ان انت تجذب العميل. طب هجذب العميل ايه لايه يا مروان؟ هنشوف. وهنا كمان في حاجه اسمها عرض مثال للمحتوى. هنا بيعرض مثال. ده مثال يقول لك توقف عن إهدار ميزانية الإعلانات على جماهير، معلش هي كلمة باردة هنا بس هي كولد كاستمر، هو عاملها حرفية، لا تتحول. استراتيجيات كذا، نظام الزيارات ذو الثلاث أركان، يستهدف نقاط الأمل، تضخيم المحتوى، الاستفادة من الشركاء، حلقات إعادة الاستهداف. وانت كمان انشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي، فهيقدر ان هو ينشئ لك محتوى على حسب اختيارك للاندستري اللي انت اخترتها. توقف عن خسارة حصتك التسويقية لصالح منافسين أقل كفاءة. فهو بيديلك كمان أفكار ممكن إن أنت تفكر فيها. طب بعد ما الناس أنا جبتهم من الإعلانات، سواء إعلانات أورجانيك أو إعلانات مدفوعة، أعمل إيه؟ هوديهم على حاجة اسمها صفحة الاشتراك، اللي هي الصفحة اللي بيكون فيها اللاندنج بيج، اللي بيكون فيها العنوان، وبيكون فيها بيقول لك اعرض نموذج مرئيا للمغناطيس، سواء ان انت هتديله بي دي اف او هتديله فيديو. واجعل النموذج ده، حط هنا اعمل كده فورم، والفورم ده بيكون فيه البريد الالكتروني اللي حضراتكم بتحطوا فيه الاسم والبريد الالكتروني، عشان لما تضغطوا عليه الناس يجي لها البيانات بتاعتكم. وعرض مثال للصفحة. فده مثلا عرض مثال من الصفحة مخصص كذا كذا كذا، وبيقول لك استكشف كذا وارسل للمخطط. اول ما يدوس عليه فده بيقول لك شكل ممكن الصفحة يكون شكله عامل ازاي. مش لازم تاخد ده كوبي بيست، ولكن ده فقط مثال. طب مروان انا جبت الاعلانات ووديتهم لصفحة الاشتراك، بيقول لك هنا مهم جدا ما تنساش ان انت تبعت له ايميل. الايميل ده بيقول لك بيذكره اول ما يخش ويحط الايميل بتاعه ويدوس اوكي، فبيبعت له على طول البي دي اف، او بيبعت له على طول الفيديو، زي ما حضراتكم بتستلموا مننا مثلا الايميلات، فعلى طول بيتبعت له. فما تنساش ان هنا تبعت له ده. وبعد كده هتوديه صفحة الشكر. أول ما يدوس ويكتب اوبتن، هتوديه صفحة الشكر تقول له شكرا ان انت، وتأكد ان انت استلمت. وتقدر ان انت كمان في صفحة الشكر دي تبيع له المنتج الانتري برودكت اللي انت عملته اللي هو ب$7. فممكن هنا لو عملنا عرض لمثال، فهتقول له انت سجلت بالفعل، تحقق من بريدك الالكتروني، وانا بقدم لك عرض لمره واحده فقط، اللي هو بتكتب هنا مواصفات العرض بتاعك اللي هو الانتري برودكت. فانت الليد ماجنت بتستخدمه كمان عشان تبيع الانتري برودكت. وبعد كده بيقول لك هنا ما تنساش اعمل تسلسل للايميلز. يعني بعد ما الشخص خلاص، مش انت بقى عندك الايميل،
اعمل بقى تسلسل للايميلات دي. يعني شكرا ان انت بعديها بيوم، شكرا ان انت استلمت الكتيب، ارجو ان هو يكون مفيد، وما تقولوش هبيع حاجه. المره اللي بعديها انا عارف ان انت بتعاني من كذا، وعشان كده لسه الاوفر بتاعنا موجود بتاع الانتري برودكت اللي هو ب$7. وبعد كده بعديها بتاخد زوايا مختلفه بتتكلم عنها. فيبقى كده الكلام اللي انا بقوله كام واحد بيعملوا في الشرق الأوسط؟ من وجهة نظري عدد محدود من الماركتيرز اللي بيفكروا بالشكل ده، اللي هي بيبقى عيني على الرحلة نفسها، في مصدر الزيارات، وبعد كده صفحة الاشتراك، بعد كده صفحة الهبوط، وبعد كده التسلسل ده للإيه؟ للليد ماجنت. طيب مروان، أنا عايز أعمله على سبيل المثال للإنتري برودكت. إحنا بعنا الإنتري برودكت في الليد ماجنت. دلوقتي ممكن نبيع الانتري برودكت اللي هو منتج الدخول لوحده عن طريق برضو اعلانات. هوديه على صفحة على طول البيع، هنا بجيب صفحة البيع على طول، بعمل لاندنج بيج على البيع. وبعد كده ممكن اكون عندي منتج اضافي بضيفه عليه، وبعد كده عرض مميز، وبعد كده بديله صفحة شكر، وبرضه ببعت له بعض الايميلات. فيبقى انت كده عرفت الناس اللي هتشتغل على التحدي الرابع والتحدي الخامس، عرفت ازاي تخلق المسار ده. مش بس تخلقه، لكن عرفت ازاي تفكر الناس هتمشي ازاي واحدة واحدة. تسلسل بسيط ولكن مهم جدا، الناس بتفتقده. هي فاكرة بس ان انا بعمل اعلانات وبوديهم على واتساب، ولكن مش دي المهارة ومش دي الاحترافية. ان انا بعمل اعلانات بوديه على صفحة، والصفحة دي ممكن ان انا ابيع له، ممكن عرض، ممكن ابيع له عرض تاني بعد ما يخش على الصفحة دي ويشتري، وبعد كده بديله شكرا. والحاجات اللي هو اشتراها ببعت له تأكيدات. طب يا مروان، ما انا اخليه على ابعت له واتساب وانا اتكلم. بس مش ده الاوتوميشن، مش ده اللي هيخليك ان انت تبيع وانت نايم. ودايما بقول لو انت مش هتبيع وانت نايم، يبقى انت لسه ما دخلتش البيزنس. لو انت بتقول ان انا هعمل اعلانات وواتساب وهجيب حد ان هو يرد، الشخص ده ممكن يرد على كام واحد، وممكن ما يردش على كام واحد. طب لو الشخص ده قالك ان انا مش شغال النهارده، هتعمل معاه ايه؟ ولكن كل ده بتعمله مرة واحدة، وبيشتغل بشكل اوتوماتيك. اعلانات بتروح لصفحة مبيعات، وحاجة دي انت عملتها بتعمل الاوتوميشن او الاتمتة اللي احنا هنتعلمها مع بعض، وجاهزة بالنسبة للناس اللي هتشتغل معانا عشان تعمل كل ده بشكل بسيط. ولكن المهم تبقى فاهم ايه هو الشكل ده. فاحنا عملنا لك الأداة دي، ارجو ان حضرتك تستخدمها. خش فيها، فكر. ممكن تكتب هنا على سبيل المثال، يعني هعملها بالانجلش هنا عشان اعرف. هنا مثلا هقول له I have، مثلا هو بيكتب لك مثلا هنا ممكن تقول له I want to sell my online course, I need to build my email list, I am launching a digital product جديد, I sell high ticket coaching. تعال نقول ان انا بقول له ان انا هبيع هاي تيكت كوتشنج اللي هو ب5000 مثلا دولار. فهو بيبدأ يرد عليا It's a pleasure to meet you. بيقول لي سؤالين مهمين جدا. How do you currently find your clients؟ ازاي ان انت بتلاقي الكلاينتس بتوعك؟ فهقول له ان انا مثلا running ads مثلا. وبيقول لي what is your primary goal right now؟ ايه الجول بتاعك right now؟ ان انت تautomate مثلا your sales funnel process or ensure you only talk to. هقول له ان انا عايز اتكلم مع الناس فقط المهتمة. هقول له اتفضل. فهيبدأ ان هو يقول لي عشان انت دي الخصائص اللي انت عايزها، افضل فانل بتاعك هو الابليكيشن فانل. طب الابليكيشن فانل ممكن تقول له هنا يعني how can I do it؟ اعمله ازاي؟ فهو هيبدأ يجاوب عليك. او هو بيقول لك هنا اول حاجة ان انت بتقدم فاليو، كيس ستادي، يعني فيديو 15 مثلا دقيقة، وبعد كده بتوديه على بutton، والبutton ده بيخليه ان هو يعني يعمل ابلكيشن مثلا، وبعد كده ان هو بيحدد وبعد كده بيحدد ميعاد وقت معاك عشان تتكلم. فده الابلكيشن فانل. بس انت لو عايز ابلكيشن فانل، او فهمت ان انا خلاص عايز ابلكيشن فانل، بتروح على حاجة اسمها براوز اول، وهتلاقي حاجة هنا اسمها ابلكيشن فانل. فيبقى انت من المحادثة هنا فهمت ايه الفانل اللي انت عايزه، وبتخش هنا. فده الابلكيشن فانل. برضو بيقول لك اعمل ترافيك، وديه على حاجة اسمها بري فريم اوبتن بيج.
يعني ايه بري فريم اوبتن بيج؟ هو بيشرح لك يعني هنا بري فريم اوبتن بيج يعني مثلا صفحة فيها فيديو بتشرح له ايه اللي احنا بنعمله، وبتقول له لو انت حقيقي عايز اللي احنا بنعمله هتلاقي لينك تحت لفورم، حاول ان انت تدوس عليه عشان هتعمل الفورم ونشوف هل انت جاهز ان احنا نشتغل معاك ولا لا. زي كده ايه، اعلان فيديو صغير بس انت بتحاول تقول للناس انا بعمل ايه، مش بس مكتوب انا بعمل ايه وازاي ممكن ان انت تشتغل معانا. فهو هيروح لصفحة الابليكيشن فهيملى الابليكيشن بتاعه، وانت هتختار الاسئلة اللي هتساعدك ان انت تنتقي من العملاء. يعني انت مثلا لو انت بتشتغل وعايز تشتغل مع ناس والبادجت بتاعك 1000 أو 2000 دولار، فلازم ممكن هم تقول لهم هل انت بتكسب اساسا من البيزنس بتاعك ولا لا. حد يقول لك والله انا مش بكسب، ده معناها انه ممكن تقول له والله الليفل ده من السيرفيس او من الخدمه هو فقط للناس اللي عندها دخل 500 دولار في الشهر، فاحنا من للاسف مش هنقدر ان احنا نساعدك، وما بيكملش ما بيوصلش للمرحله اللي بعديها. ودي موجوده في فانل فاست. لو وصلت للمرحله دي ان شاء الله التيم بتاعنا يقدر ان هو يساعدك بيها. بعد كده بتروح لثانك يو بيج اللي انت بتشكره، وبتخليه هنا يشوف بقى الكالندر. لو نجح بتشوف الكالندر بتاعك وبيبدأ ان هو يحجز، وبعد كده بتعمل المكالمة، وبعد كده بتعمل فولو اب. يبقى انت كده فهمت التسلسل. لو انا عايز ان انا اعمل ابلكيشن وابيع حاجة هاي تيكت، ده التسلسل اللي انا محتاج ان انا امشي بيه. هقف هنا واخد سؤال من حضراتكم لان دي مهمة جدا، واعتقد كان في ناس كتيرة الجزء ده بالنسبة لها بلاك بوكس، فعشان كده عملنا لكم أداة الذكاء الاصطناعي عشان تكون معاك تتدرب على انواع الفانل اللي انت عايز تكون عايز تعملها، وبعد كده هنشوف البيجز دي هنعملها ازاي، التصميم بتاعها والكوبي. عظيم. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا الفانل بتاعنا، فاضل ان احنا نعمل ايه؟ فاضل ان احنا نكتب. هتخش على زي ما انتوا زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، هتخش على السيلز فانل. انا عايز اخلق بقى السيلز فانل. انا دلوقتي بقى عندي ليد ماجنت عايز اخلقه وعندي المنهجيه بتاعته، عايز اعمل له ايه؟ سيلز فانل، اللي هو الكوبي اللي هستخدمها في الديزاين. الكوبي اللي هستخدمها في الديزاين، لان هو ده طلع لي ايه؟ ده طلع لي مجموعه من البيجز محتاجه كوبيز وديزاين. فانا هاخد اول واحده الحاجه الاساسيه بتاعتها، اللي هو محتاج ان انا ابني اللاندنج بيج اللي فيها التفاصيل بتاعه البرنامج. فهخش هنا على حاجه اسمها سيلز بيج واير فريم، وطبعا من اللون عارفين ان هو بتاع لينا. فهكتب له التفاصيل فهيطلع لي الشكل ده من الاستراكشر، الترتيب. الهيرو سيكشن شكله عامل ازاي، البنفيتس والبروبلمز والفاليو بروبوزيشن، والسيجنتشر فيتشر بتاعتك اللي هي فوكس. طيب ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اخد الجزء ده لغايه حته الكلوزنج، لان هو ده الكلام هدف منه ان احنا نعمل الاستراكشر. وممكن تخش على كلود، ممكن تخش على جيميناي لو انت حابب ان ده يكون فيه كلام اكتر. يعني انا عايز اكتب كلام اكتر يا مروان عن كل حتة فيهم، عايز اخليه في كلام شوية اكتر. هو المفروض يكون فيه كلام نسبيا اكتر، وخاصة لو هو سيجنتشر برودكت. ممكن تخش على كلود جيميناي تقول له بص على اللاندنج بيج دي وحاول ان انت تخليها اطول مثلا بنسبة 20% او 30% او 40%. اللي انا هعمله ان انا هخش على جين سبارك. انا بحب جين سبارك وهقول لكم ليه دلوقتي. جين سبارك في حاجه اسمها اي اي تشات. الاي اي تشات، هفتح الاي اي تشات وهقول له هنا please make this landing page slightly مثلا longer. هقول له as مثلا ان هو high conversion copy رايتر. بقول له ان انت هاي كونفرجن كوبي رايتر، يعني انت كوبي رايتر بتساعد الناس ان هم يكونفرت اسرع. فانا هدي لك اللاندنج بيج دي وخليها سلايتلي لونجر، وممكن ما اقولوش سلايتلي لونجر، هقول له مثلا ريكريت عشان ايه ما تبقاش لونجر. هقول له مثلا ريكريت this landing page وخليها لونجر اكتر. فانا خدت الاستراكشر اللي مروان قاله وبقى ابدا ان انا احطه اخليه اكبر شويه او اطول شويه. العظمه في جين سبارك ان هو بيضرب الثلاثه في الخلاط، بيضرب تشات جي بي تي، بيشغل تشات جي بي تي وبيشغل كلود وبيشغل جيميناي، وبيضربهم هم الثلاثه في الخلاط وبيطلع لك بفكره.
فكأنك ان انت بدل ما تاخد الكوبي وتوديه لتشات جي بي تي وبعد كده تاخده توديه على جيميناي وبعد كده تاخده توديه مثلا على حاجه تانية، ده بيضرب لك الثلاثه في الخلاط. ولو عايز تشوف جي بي تي بيقول ايه، فاهو بص تشات جي بي تي كتب برضو حاجه اطول نسبيا من اللي احنا كاتبينه، وده حاجه عظيمه جدا. ممكن ان ده اللي انا اخده. وممكن برضو تشوف جيميناي كتب ايه، برضو جيميناي كتب حاجة عظيمة: stop leaking sales, master the art of high converting sales funnel. رائع. وكتب لي المشكلة وكتب لي البنفيتس وكتب لي الفاليو بروبوزيشن، يعني القيمة اللي الناس هتاخدها، وكتب لي السيجنيتشر كريكولم بتاعي اسمه ايه، المنهجية سماها ايه، the focus system funnel optimization and conversion upgrade system. هو حتى FOCUS funnel optimization and conversion upgrade system. انتوا شايفين احنا يعني احنا صنعنا والله كورس ممكن الواحد يعمله يعني. ف find your hype optimize كذا، وبيكتب شوية تفاصيل. طبعا هو هيكتب هنا ان انت محتاج ان انت تحط حاجة ليها علاقة بالتستمونيالز. طبعا التستمونيالز دي generated by AI، فانت هتبقى محتاج ان انت تكتب تستمونيالز او تجمع فيدباك من الناس عشان تحطه هنا. وطبعا ميت الجايد، طبعا البايو اللي عندك محتاج ان انت تكتب البايو هنا. وبيدي لك البرايسنج باكج. البرايسنج باكج برضو هتغير السعر والمده. هو هنا مش فاهم المده بتاعته قد ايه، فانت هتقول له المده بتاعتي والله عايز اعمله في كذا. وهنا بيقول لك في بونص محتاج ان انت تحطه، ففكر في ايه البونص. هو بيدي لك افكار للبونص اللي انت ممكن تديها للناس: The Private Marketing Mastermind, Advanced Funnel Hacks, Vault يعني خزنة، بيدي لك كده Advanced Funnel. فهو كمان بيوضح لك ايه البونصز اللي انت ممكن تعملها. و Personalized Funnel حاجة اسمها Tear Down، ده برضو ده بونص ممكن تقراه وتفكر فيه. وبعد كده الارجنسي والسكيرستي والليد ماجنت، فكلام رائع حتى من جيميناي. ولكن هو خد التلاتة دول وضربهم في الخلاط وطلع لي ده. والله هقول شكله مقبول وحلو وجميل، فاللي انا هاخده هو لسه ما خلصوش، فهاخده ده كوبي. وهبدا ان انا اعمل ايه بيه بقى. هبدا ان انا افكر ان كأن ده كأن ده انتري برودكت برقم صغير. ممكن زي ما قلت ده الكلام اللي احنا هنعمله هيطبق على سواء انتري برودكت او سيلز او سيجنيتشر برودكت. انا بعمل برضو بكتب نفس الكوبي تقريبا، بس هو السعر مختلف. فهاخد هنا كوبي. هروح فين؟ عندك اكتر من اتجاه، لان انا دلوقتي عايز اصنع ايه. انا عايز اصنع الفانل ده، فانت اكيد هتروح لفانل فاست. انا عايز اصنع الفانل ده، فانت هتروح لفانل فاست. فانل فاست بقى فيه حاجة تحفة، تحفة مش كل الناس واخدة بالها منها، ألا وهي حاجة اسمها AI Studio. AI Studio ده كأنه بيعمل لك بالظبط الويب سايت بتاعك بالكودينج. انت مش محتاج تعمل اي حاجة. فعلى سبيل المثال انا هخش على فانل فاست، دخلت على AI Studio، هقول له please create a landing بالعربي او بالانجلش a landing page based on this copy. اوكي. make it modern, uh, enhanced UI UX. UI UX اللي هو الديزاين بتاع الصفحة نفسه. وهديله الكوبي. بس قبل ما اديله الكوبي ممكن انا بعمل حركة صغيرة. اوكي. طبعا بديله هنا البراند جايد بتاعتي، الالوان، الكالرز. بس لو انت بتشتغل في فانل فاست المفروض ان انت بتحط له البراند جايد لاينز بتاعتك، فهو المفروض بيكون عارفها. بس هنفترض ان هو مش عارفها، فهتحط له الكالرز بتاعتك هي ايه والفونتس بتاعتك هي ايه. انا مش هحطهم دلوقتي. بس في حركة تانية هو محتاج ان انت تديله مثال او اكزامبل. والله الاكزامبل ده، والله لو انت عجبك مثلا ويب سايت معين شكله تقسيمته، ممكن تقول له خد ده كستايل ممكن ان انت تستخدمه. طب مروان هروح فين عشان اجيب ستايل ل ويب سايت شكلها حلو؟ والله انا بخش على حاجه اسمها دريبل. ودريبل ده بيدي لك افكار للاندنج بيج، للوجو، لكاردز، بحيث ان هو يدي لك حاجه يعني ايه انسبيريشن بصري. فبخش عليه فبقول له ان انا عايز لاندنج بيج، وريني كده اللي عندك من اللاندنج بيجز. والله شايف في لاندنج بيجز شكلها مش بطال، شكلهم حلو. لو في واحد عجبك ممكن ان انت تاخد الصورة بتاعته وتقول له انا عايز حاجة زي كده.
ده كرتوني قوي، مش ممكن ما ناخدوش، او ممكن ناخده، ممكن تعالى ناخد ده. فانا هاخد هنا كوبي، كرتوني زيادة عن اللزوم بس معلش. هاخد ده كوبي، الصورة نفسها، وزي ما حضراتكم شايفين في علامة الزائد هنا، وهقول مثلا paste، هقول use the style and the design of the attached image to create the style and design for the website, but the design and images should match the copy. بقول له خد الستايل والديزاين بتاعت الصورة دي، وعلى فكرة ممكن تديله كمان لينك لل لينك للويب، لأي ويب سايت انت عاجبك، او ممكن تديله صورة. بقول له يعني الديزاين ده انا عاجبني، حاول ان انت تاخد الديزاين ده، بس الايمجز والديزاين ولو انت تستخدم ايكونز خليها على حسب الكوبي. قوم جاي هنا عاطيله ايه الكوبي بتاعتنا اللي احنا جبناها من جينيس بارك، من جينيس بارك او من اي حتة تانية. فباخد الكوبي، بعد كده هروح لفانل فاست وهقول له بيست. اوكي، وهبدا اقول له اتفضل يا استاذ اشتغل. ففانل فاست هيبدا ان هو يشتغل يعمل لي الويب سايت. فتعالوا يعني نشوف هو بيعمل الويب سايت هيعمله ازاي. ولغايه ما يعمل الويب سايت في حاجه مهمه جدا محتاجين ان احنا نعرفها. ايه الحاجه اللي احنا محتاجين نعرفها؟ مروان، هو احنا هنكسب ولا هنخسر بعد الموضوع ده كله؟ يعني انا محتاج ان انا احسب ارقامي قبل ما انزل السوق او قبل ما اعمل الفانل، محتاج ان انا احسب الارقام بتاعتي. احنا مش هنسيبك، فاحنا عملنا لك حاجه اسمها فانل كالكوليتر بالعربي وبالانجلش. الفانل كالكوليتر ده، او اللي هو بيحسب لك او بيخليك تفكر في المكسب بتاعك من الفانل ده هيكون كام، فبيخليك تفكر بشكل استراتيجي. تعالوا نشوف مثلا لو نيفين هتعمل ويبينار فانل، تعالوا ندوس عليه ويبينار فانل. فهو بيقول لها يا نيفين، انا عارف انها في حاجات كتيره بس انا همشي فيها واحده واحده. يا نيفين، انت هتصرفي قد ايه اعلانات على الويبينار ده؟ والله يا نيفين قالت والله انا هصرف $200. طيب الكوست بير كليك عشان الشخص يدوس على اللاندنج بيج اللي انت هتعمليها، الكليك يعني يدوس على اللينك عشان يخش يشوف اللاندنج بيج، بكام؟ مروان انا طبعا هجيبها ازاي؟ هتجيبيها يا اما عملتي اعلانات قبل كده، او هتشوفي على تشات جي بي تي الستاندر. يعني في حاجه اسمها هنا اندستري ستاندر، لو دوستي عليها هيقول لك الاندستري ستاندر قد ايه. بس ممكن الاندستري ستاندر هتقولي مثلا $0.50، فانا هدفع $200، والشخص عشان اجيبه بدفع ايه؟ $0.50. طب حلو قوي، ده معناه ان انا هجيب قد ايه؟ هجيب 400 صح؟ لو انا $0.50 بيجيب لي واحد، ف200 هيجيبوا لي 400. حلو قوي. انا هعمل الايفنت بتاعي كم مره؟ هعمل الويبينار كم مره في الشهر؟ هعمله مره في الشهر، يعني هعمل الويبينار مره في الشهر. هل في كوست تاني انت بتحطيه يا نيفين؟ يعني كوست ليه علاقة على سبيل المثال بزوم مثلا، بحد شغال معاكي على الجزء ده بالذات، يعني expenses كوست بتحطيه؟ هقول مثلا اللي بيرد على الرسائل بياخد مني يعني 5000 جنيه او $100 في الشهر. طيب حلو قوي. تعالوا نخش الجزء التاني. الجزء التاني هو الكونفرجن. احنا جبنا ارقام، بس كام واحد في الاخر هيحضر الويبينار ده؟ فاحنا هنقول كام واحد من ال400 دول هيريجستر، هم دخلوا اوريدي على الصفحة، بس كام واحد هيحط الايميل بتاعه ورقم التليفون عشان يبقى ايه؟ يريجستر في الويبينار. النسبة تقريبا ممكن تقولوا هتلاقوها هنا من 20 ل 50%، فهنقول 20%. يعني من ال400 اللي دخلوا على الصفحة، في 20% منهم فقط هم اللي حطوا الايميل بتاعهم. طب كام واحد من ال20% دول هيشو اب؟ هو تقريبا بيبقى 30 ل 40%، فهنقول 40% اللي هو الاندستري ستاندرد. كام واحد من دول هيشتروا؟ يعني كام واحد من ال 40، يعني الكونفرجن ريت بتاعي قد ايه داخل الويبينار، او قدرتي على البيع خلال الويبينار حابه كونفرت بنسبه قد ايه؟ هقول بكونفرت بنسبه مثلا 4%،
او خليها مثلا لو انا شاطر قوي هكونفرت بنسبة 15%. اوكي، او 10%. يعني لو جالي 100 في الويبينار، 10 منهم هم اللي هيشتروا، انا هقدر ان انا اقنعهم هم اللي هيشتروا. دي بتبقى على حسب ايه؟ على حسب قدرتي على الويبينار، على حسب قدرتي على الالقاء، على حسب قدرتي على ان انا اقول الاوفر بتاعي. طيب، هل انا عندي حاجه ان انا ابسيل بيها؟ يعني هم هيشتروا مني المنتج، هل هابسيل حاجه؟ انا مش هابسيل حاجه، فهقول زيرو، ما عنديش حاجه ان انا ابسيل بيها. طيب، الاوفر بتاعي بكام؟ الباكج اللي انا هبيعها مثلا، ممكن نقول نيفين عندها باكج هبيعها ب $200، اوكي، اللي هي الثلاث شهور. فده الهدف من الويبينار، ان انا ببيع الباكج اللي هي ب $200. هل عندي حاجه ببيعها بعد ال $200؟ لا، ما عنديش، فهقول صفر. هنا بقى بنقدر نشوف الارقام بتاعنا او التسلسل. عدد الناس اللي زارت الصفحة 400، عدد الناس اللي هم 20% اللي هم 400 دول، عدد الناس اللي سجلت اللي هي 20% من 400 اللي هي 80، عدد الناس اللي حضرت الويبينار قلنا 40% من ال 80 اللي هم 32، عدد الناس اللي اشترت مني من ال 32 قلت قدرتي ان انا اقدر ان انا اكونفرت 10%، فعدد الناس اللي هتشتري 3. فمن ال 400 اللي شافوا الصفحة او من ال 80 اللي عملوا ريجستريشن للويبينار 3 هيشتروا. ودي اول ملاحظة مهمة، لان في ناس فاكرة ان انا مروان ان انا لما عملت ويبينار ما حدش يشتري. هو كام واحد دخل في الويبينار؟ والكونفرجن ريت، قدرتك على التأثير، كام في المية؟ انا وقفت هنا بوز مهم قوي، لان الموضوع هنا حابب الناس كمان تبص على الارقام، لان الارقام بتقول لنا حاجات كتيره قوي. ممكن اعملها بالعربي: زوار، عدد الناس اللي سجلوا، عدد الحضور، عدد الناس اللي اشتروا، وما عنديش ترقية يعني معينة. طب الايرادات بتاعتي كام شهريا؟ لو انا هعمل الويبينار ده بشكل شهري فيبقى عندي $640 شهريا. سنويا 7640، 7680. ده لو انا عملت ايه؟ خدت بنفس التسلسل اللي انا عملته. طب الربحية بتاعتي، الرو از، يعني انا انفقت على قد ايه وجالي قد ايه؟ ما تنسوش ان احنا انفقنا فقط $100 بس جالنا $600، فده يعتبر نجاح. صافي الربح بتاعي قد ايه؟ 340. ليه صافي الربح؟ بعد الاعلانات والتكاليف. هامش الربح بتاعي قد ايه؟ تكلفة العميل عند التعادل، يعني لو انا بجيب عميل، يعني هيكلفني كام العميل عشان اجيبه وما بقاش خسران؟ $200. يعني انا لو دفعت $200 عشان اجيب العميل، ماشي تمام، يعني ولا كسبت ولا خسرت. وهيديلكم بعض الاشياء او بعض الكي بي ايز اللي محتاجين ان احنا نعرفها كارقام، ممكن نشرحها مرة تانية. فبيقول لك السيناريوهات بتاعتك، ده سيناريو واقعي: صافي الربح بتاعك 340، هامش الربح بتاعك كذا، اللي هيشتري كذا. والله ده حاجة متفائلة، لو انت قدرت ان انت تقفلي اللعبة وكنت شاطرة والناس حضرت بكثرة، فده التفاؤل هيبقى كذا. متحفظ واحد بس اللي هيشتري. وهنا بيقولك تحليل ومعايير الصناعة اللي هو الاندستري ستاندر، وانت مقارنة بالستاندر في الاندستري بتاعتك كام. هنا مثلا احنا بنقول الريجستريشن 20 بس الستاندر اللي بيخش 35، فأنا لو عليت هنا المسجلين من 20 بقوا 35، بصوا الرقم زاد ازاي، عدد الناس الشهري زاد ازاي. فده ممكن برضو هنديه لحضراتكم بحيث ان انتوا لما تيجوا تعملوا فانل تقدروا تشوفوا الارقام. لان احنا حقيقي لو عايزين نعمل بيزنس ما ينفعش ان احنا نعيش منعزلين عن الارقام، وده بالعربي زي ما قلت بالانجلش. فدلوقتي لو نيفين قالت لي مروان انا عايز اعمل دلوقتي ويبينار، والويبينار ده عايز ابيع فيه، كلنا عايزين نعمل كده، بس ايه تفكيرك بالارقام قبل ما تشتغلي؟ ازاي شايفه الارقام قبل ما تشتغلي؟ فوالله يا مروان انا مش شايف الارقام، انا ما اشتغلتش بالارقام قبل كده. لا، مهم جدا ان احنا نشتغل بالارقام. تعرفي ان انا هدفع اعلانات قد ايه، تعرفي الستاندر يعني عدد الناس اللي هتخش على اللاندنج بيج دي قد ايه، تعرفي عدد الناس اللي ممكن يريجستر البرسنتج بتاعتهم قد ايه. فانا بس لما رفعت عدد الريجسترد قد ايه، كل حاجه ارتفعت. طب مروان عدد الناس اللي هيريجستر ده ازاي اخليه يرتفع؟ عنوان الويبينار، صفحه اللاندنج بيج يكون شكلها حلو،
العنوان يشد، الكوبي نفسه يكون كويس. كل ده ما ارتفع، كل ما كان عدد الناس اللي عايزة تحضر وتريجستر دخلت على البيج حابة ان هي تريجستر هيرتفع. وهنا بتنتقل من شخص عايش في بلاك بوكس من الماركتينج الى شخص قادر ان هو يشوف ويحكم بالارقام. فده معناها لو حد قال لي مروان ان انا عايز ابيع، وبيقول لي ان انا عملت ويبينار، وعلى سبيل المثال جالي فقط عدد الناس اللي ريجسترد عندي مثلا 100 فقط لا غير، فانا هقول له ده صعب جدا ان انت تقفل بيه. يعني لو انا قلت هنا عدد الريجستر 100، هتلاقي نفسك ان انت هنا اللي بيشو اب 40%، وهتلاقي نفسك بتنهي على واحد. فبيقول لي مروان انا جبت واحد، فبقول له ده منطقي، لان اللي انت محتاج تعمله ان انت محتاج ممكن تزود الاعلانات. فبدل ما ادفع $200 انا هدفع $400. فبيجي لي 800 فيزيتور، وال 800 دول 280 فيهم واحد بيريجستر، وعدد اللي بيحضر الويبينار 112، وعدد اللي انا هاثر عليه انا ما غيرتش حاجه، الكونفرجن ريت بتاعي هو. ف مانثلي بقى كسبت $2240، مع اني انا زودت الاعلانات بس انا كسبت اكتر. بالعكس، ده الرو اس بتاعتي زادت، مع ان انا صارف اعلانات كتير بس لما تصرف اعلانات كتير هيجي لك ناس كتير وهتقدر ان انت تكونفيرت اكتر. ميك سنس؟ ومن هنا الشخص ان هو بيغير تفكيره من ان انا شخص بعمل ويبينار، ان انا بعمل ويبينار عشان اعمل بيزنس. طيب تعالوا بقى ان احنا نرجع تاني للصفحة بتاعت فانل فاست ونشوف. بصوا فانل فاست عمل ايه. احنا اخدنا الكوبي بتاعتنا، ده الكوبي بتاعتنا، ما تنسوش دي الكوبي اللي هي بتاعت ايه، الكوبي بتاعت جينيس بارك اللي احنا عملناها مع بعض، دي الكوبي. فهو خد كل الكلام ده وبعد كده خد اللي هو فوكس. تعالوا بقى نشوف فانل فاست عمل ايه. انا بس اعطيته الرسمه دي وقلت له ده الكوبي واتفضل يا فندم. stop losing sales to broken funnels, finally build one that converts. بعد كده عمل لي الحاجات دي. واو، حقيقة أنا متفاجئ. يعني ده أنا كنت ممكن أقعد بقى مع جرافيك ديزاينر وأقعد سنتين عشان أعمل الموضوع ده. وعمل الفانل. you did start your business to become a marketing guinea pig، يعني فار تجارب يعني. الترافيك مش عارف كذا وكذا. here is the hard وعمل كده الناس يعني ايه ان الفانل بتاعك ليكي او مخرم يعني. imagine ممكن تتذكر البيزنس بتاعك وانت بتكسب. the focus system your step by step funnel blueprint find your كذا سي هكذا. وطبعا دي احنا هنغيرها، انا ممكن اقول له هنا غير لي بس دول واكتب لي ناس تانيين. choose your path the funnel mastery، وحط لي حتى السعر. طبعا انا ما غيرش السعر بس هو حط لي السعر. كل ده عمله لي وانا بس كتبت ايه، خدت كوبي بيست وخدت صورة وقلت له اشتغل. كل اللي انا هبقى محتاج اعمله ان انا اعمل ببلش او ان انا اربطه بالدومين بتاعي. بس انا ممكن اعمل ببلش من دلوقتي واقول لكم ببلش ابلاي ببلش، وهبعت لكم اللينك ده بتاع ده. طيب انا عايز اغير فيه يا مروان، انت ما كتبتش مين مروان او ما كتبتش الانستراكتور هو مين. تمام، ممكن اقول له، يعني ممكن اخش على مثلا تشات جي بي تي او اخش على اي حاجه. هقول مثلا تشات جي بي تي هنا. طبعا انت ممكن تكتب البايو بتاعك، وانا هقول له مثلا رايت، عشان تشات جي بي تي يعرفني شويه، رايت ا شورت مثلا بايو about مروان نصار. اوكي، فهاخد الشورت بايو ده بغض النظر هو شكله كويس ولا لا، وهروح مثلا لفانل فاست. لو انا عايز اغير حاجه، عايز اضيف سيكشن مثلا معين، فهروح عليه وهقول له add the instructor bio with this image. انا هحط البايو مع الايمج. ممكن انا ارفع له هنا الايمج بتاعتي، صورتي انا الشخصيه. فممكن اروح اخد اي صوره مثلا من الصور اللي موجوده. اخد مثلا الصوره دي. اوكي، وهقول له اتفضل something went wrong try again. فدلوقتي انا بصنع ويب سايت وشكله حلو جدا 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 عن طريق بس ان انا بتشات، وده داخل فانل فاست فور فري، يعني انت مش محتاج تدفع فيه حاجه.
فدي اعتقد واحده من الحاجات. طيب مروان، انا عايز صفحه تانية، مش احنا قلنا هنعمل الصفحه دي وبعديها في صفحه ثانك يو بيج؟ ايوه هنعملها مع بعض هنا. هنقول له اعمل صفحه تانية ثانك يو بيج بعد الصفحه دي وحط فيها الكالندر بتاعتي. طب مروان الكالندر بتاعتي هعملها ازاي؟ ما انت هتعملها على فانل فاست، وهو عشان بيعمله داخل فانل فاست لما تقول له حط الكالندر بتاعتي اللي انت اوريدي عملتها، هو هيحطها لك جوه. وده اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. لغايه ما يشتغل هيبقى في حاجه تانية مهمه يا مروان، اللي هي ايه؟ سوشيال ميديا كونتنت. انا عايز اعمل سوشيال ميديا كونتنت. انا قلت المره اللي فاتت وعطيت لكم السوشيال ميديا بلانر اللي هو ممكن يكتب لكم 30 بوست و30 كاروسيل وكل الحاجات دي يقدر ان هو يعملها. بس ما قلتلكوش حاجه تانية مهمه، الديزاين بتاع هعمل ازاي الديزاين. انا محتاج يا مروان ان انا اروح للديزاينر. مين قال ان انت محتاج تروح لديزاينر؟ ممكن تروح لديزاينر، بس دلوقتي بقى في حاجة مهمة جدا داخل فانل فاست. تعالوا نعملها مع بعض. احنا مش هنسيبكم، فانل فاست فيه حاجات رهيبة بصراحة، وفي حاجات جديدة زي ما حضراتكم شايفين، ارجو ان انتوا تستخدموها. فاحنا هنروح لفانل فاست دلوقتي وهنشوف ازاي ممكن نعمل سوشيال ميديا كونتنت لمدة شهر في 5 دقايق. تعالوا نشوف. بص هو حط البايو بس هو ما خدش الصورة، فانا هقول له no here is the image of the instructor. ده الايمج بتاعت الانستراكتور. replace what you have. what you have. حاول تغير اللي عندك دلوقتي. اوكي، وهحط له الصورة تاني لان هو واضح ان هي ما اتعملتلوش upload. فتعال نحط اي صورة دلوقتي for now. حط مثلا الصورة دي، استنى لما تترفع واقول له تفضل. كده هي اترفعت، هو شافها. هيبدأ ان هو يغير ده باسم مروان نصار فاوندر اوف ايدنتيتي براند اند ماركتنج استراتيجيست. مروان نصار نفس الكلام اللي انا عطته له كوبي بيست هو حطه. كل اللي هيعمله ان هو هيغير الصورة فقط لا غير. وبعد كده هقول له ابني بقى ثانك يو بيج لان انا عرفت الترتيب. انا عايز بعد اللي حد يخش هنا ممكن يبقى اوردر بيج ان هو يخش على طول ويشتري، او ممكن ان انا اقول له اعمل لي فورم، او ممكن اقول له لا اعمل لي ثانك يو بيج، والثانك يو بيج دي يبقى فيها كالندر ان هم يحجزوا وقت عشان التيم بتاعي يتكلم معاهم. فده نقدر ان احنا نعمله من هنا. بس في حاجة تانية عايز اوريها لكم برضو AI داخل فانل فاست اسمها Ask AI. Ask AI هنا هقول له ان انا عايز اعمل سوشيال ميديا كونتنت وعايز ان انا اسكادولت عشان تنزل عندي على السوشيال ميديا، بس انا مش عايز اشتغل بصراحة. هقول له create a social media carousel. مثلا السوشيال ميديا كاروسل نعملها كام؟ قولوا مثلا نعمل 1 كاروسل. create one social media carousel for او about ايه؟ هناخد هنا stop losing money about الموضوع ده. اوكي، about الموضوع ده and schedule it. انا عايز ان هو يسكادول it to be posted، ان هي تنزل على الفيسبوك اند انستجرام. الساعة كام دلوقتي؟ مثلا 12. بصوا تحديدا 12:30 Central Time Houston. Make it simple with stock images. أنا عايز أسمبل وأحط stock images relevant أو related to the topic وأخليه يشتغل. كل ده ايه داخل فانل فاست؟ انا بقول له اعمل واحد، بس انا ممكن اقول له 30، انا ممكن اقول له 60. اوكي، بس انا هقول له واحد دلوقتي. تعال نشوف فانل فاست هنا غير الصوره ولا لا. اوف، غير الصوره، حط مروان نصار وحط الكلام ده كله. طبعا زي ما قلت لكم ممكن ان انا ايه اغير بقى هنا التستمونيالز، اقول له غير التستمونيالز. بس انا عايز اقول له حاجه، create a thank you page after
after مثلا this page after opt in with a calendar. طب الكالندر هيجيبها منين؟ الكالندر لازم اكون انا باني الكالندر داخل فانل فاست عشان يجيبها، وهنا اقول له اسم الكالندر ايه، بس انا عشان مش باني كالندر دلوقتي فانا مش هقول له حاجه، بس هيديني مساحه احط فيها الكالندر، فهقول له توكل على الله اصنعها. مروان بالسهوله دي، يس الموضوع بقى سهل قوي. عشان كده دايما، عشان كده انا قلت السنه دي 2026 اللي مش هيطلع مش هيطلع. فلان الموضوع بقى اسهل مما ده. وده على فكره مش بس بالانجلش، انا كمان هقول له كمان شويه اعمله بالعربي، فهيترجم لي كل ده بالعربي. ممكن اعمله بقول له بالعربي المصري، او ممكن اقول له بالعربي الوايت اللي هو وايت لانجوج، اقول له ممكن اكتبه لي بالصيني هيكتبه لي بالصيني. اوكي، تعال نشوف هنا التاني بيشتغل على ايه. التاني هو بيشتغل على السوشيال ميديا كاروسيل كرييشن، بيحاول ان هو يبني لي الكاروسيل دي. طيب مروان، في طريقه تانية؟ اه في طريقه تانية. ايه هي الطريقه التانية؟ let's do it. الطريقه التانية جين سبارك. جين سبارك في حاجه اسمها ديزاينر، يعني لو دخلتوا على جين سبارك هنا هتلاقوا في حاجه اسمها اي اي ديزاينر، اللي هو اسمه ده اي اي ديزاينر. فممكن تخشوا على الاي اي ديزاينر ونكتب على الاي اي ديزاينر ان انا عايز كاروسيلز ليها. مثلا انا كتبت له هنا عايز كاروسيلز، بقول له مثلا انا عايز اعمل كاروسيل على حاجه معينه. يعني انا هنا كنت قلت له انا عايز اعمل كاروسيل على أم، ازاي الشخص يتحول من 1K ل 10K، وقلت له الستايل اللي انا عايزه، انا عايز ستايل شكله عامل ازاي، ايه هي الالوان. وبعد كده قال لي ايه الدايركشن اللي انت عايزها، وبعد كده قال لي عايز تحط مروان نصار موتيفيشن تحت ولا لا. وانا قلت له ان انا عايز كفر، وبعد كده انا عايز 6 سلايدز، وفي الاخر كول تو اكشن. فيقول لي تمام انا هعملها لك. فتعالوا بقى نشوف هنا هو عمل لي ايه في الاخر. اللي هو قلت له اعمل لي كاروسل ازاي الشخص يقدر ان هو يحول، او ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان شخص ينتقل من ان هو بيعمل $1000 ان هو يقدر يعمل $10,000. ده معمول بالاي اي، انا ما عملتش فيه ولا حاجه. هنا انا كنت بقول له ان انا عايز اعمل ايه اكتر 5 ايجنتس اي حد في اي شركه لو بيشتغل لوحده محتاج ان هو يعمل. فقلت له طبعا ان انا عايز طبعا الديزاين يبقى شكله عامل ازاي، وتحط في الاول صورتي، وممكن في الاخر تحط كول تو اكشن والكلام ده. بس ان الليفل ده يتعمل بالاي اي انا ما كنتش مصدق. يعني بص هنا يقول لك ميت يور اي اي تيم، وطبعا واخد الكالرز بتاعتنا عشان انا قلتها له. تعرف على فريقك 5 وكلاء يعوضون 10 موظفين. اول حاجه مدرب العقليه، الوكيل الاول مايند سيت كوتش يعيد برمجه معتقداتك. وبعد كده الوكيل الثاني فانل استراتيجيست، استراتيجي قمع التسويقي يبني قمعات تحويل تلقائيه. تالت حاجة سيلز كلوزر مغلق الصفقات. رابع حاجة برودكت ديفلوبر. خامس حاجة بزنس استراتيجيست. سادس حاجة، مع هنا ما فيش سادس حاجة، هم 5 بس. وفي الآخر which agent you need to build النهاردة. وأعتقد كانت رقم 7 إن هو عشان تعمل الايجنتس دي ممكن تروح لكلود، ممكن تروح لكاستم جي بي تي، ممكن تروح ل N8N، ممكن تروح لجين سبارك، ممكن تروح لجيميناي جيمز، واللي انت هتبنيه. انتوا شايفين وصلنا لغايه فين يعني؟ عشان كده لما حد بيقول لي 2026 تحفه يعني. احنا المفروض في 2026 نعمل حاجات كتيره قوي ان شاء الله بعون الله. طيب تعالوا نروح هنا لفانل فاست تاني. بصوا فانل فاست عمل ايه هو كمان. عمل السلايد 1 ستوب لوزينج سيلز تو بروكن فانل، وعمل وات از ا بروكن فانل، وعمل ذا ريل كوست اوف ليكي فانل، وعمل how to fix your funnel، وعمل عمل كل الحاجات دي لوحده. وبعد كده بيقول لي select your account above. انت عايز الاكونت ينزل عند مروان نصار ولا على identity brand؟ هقول له عند مروان نصار، وهقول له اتفضل. عايزه ينزل على identity brand social لان انا مربط الانستجرام بتاع identity brand وبتاع مروان نصار، هقول له ينزل عند مروان نصار، وهقول submit. لان فيسبوك مرتبطه، سوري، فيسبوك وانستجرام مرتبط بفانل فاست. فهو هيبدا ان هو يسلكت، وبيبدا ان هو زي ما انتم شايفين بيفكر، وبيبدا ان هو يسكادول ده عندي. يعني انا ما عملتش حاجه، انا قلت له بس ايه بالكلام اعمل لي ده وسكادول انت مع نفسك، يعني حطه انت اعمل سكادول. وانا قلت له واحد، انا ممكن اقول له 15 بس عشان ما يهنكش مننا يعني. بس انا عملتها قبل كده قلت له 15. هو هينزل 12 الساعة 12 يعني هو المفروض بص هو قال لي هنا
الكابشن بتاعه هيبقى كذا، والسلايد الاول والسلايد التاني yes schedule. وبص schedule carousel post on Instagram everything looks okay approve I will schedule the carousel immediately. هو هيبدأ يسكادول الكاروسل. احنا دلوقتي بقينا الساعة 12، عندي الساعة 12 و34، فمش عارف هو واخد باله من الحتة دي ولا لأ، هنشوفها. تعالوا نفتح فانل فاست تاني عشان نشوف الثانك يو بيج اللي احنا عملناها اتعملت ولا لأ. انتوا شايفين ان انا بعملت ايه دلوقتي؟ انا بقيت كوبي رايتر، انا بقيت ديزاينر، لا ومش اي ديزاين، يعني مش ديزاينر هاوي، يعني ديزاينر محترف. وبقيت ويب ديفلوبر، بس مش ويب ديفلوبر عادي، ويب ديفلوبر برضه محترف. فانل استراتيجيست، هي دي اللي محتاجه شغل شويه، ان الترتيب والتفكير بتاعنا هعمل ايه وامتى ازاي. احنا رحنا عند اعتقد اسك اي اي، هو ده اللي شغال، نطلع عليه تاني، هو ده اللي شغال. اوكي احنا عايزين اي اي ستوديو. طب تعالوا نشوف، احنا قلنا له هنا اعمل ايه، اعمل ثانك يو بيج صح مع كالندر، فهو عمل لنا ثانك يو بيج اهي. بصوا هو بس بيقول لي ايه، لو سمحت اد الكالندر بتاعتك، كرييت الكالندر، فهو ممكن اقول له كرييت الكالندر وهيكرييت الكالندر. فانا بيقول لي you are in welcome to the workshop your spot is secured as a bonus book free one on one free consultation. فهو يبدا ان انا اعمل كده وكده، ويبدا ان هو يجي على ايه، لو انا ربطتها في فانل فاست هتبدا ان هي تيجي البيانات على فانل فاست، ويبقى انت كده بتبدا ان انت تبني كل البيجز بتاعتك داخل فانل فاست. ولو رحنا لده، بص هو قال لي ايه، والله شطور، قال لي الساعة 12 و30 دقيقة هي خلصت. اوكي عايز ايه، عايز تومورو ولا عايز توداي ولا عايز ان انت تايم تاني؟ هقول له مثلا انا عايزها 12 و40، فهو هيبدأ يسكادول ال 12 و40. هو بيقول لي هنا انت on it scheduling for 12:40 today carousel post successfully scheduled. طبعا انا عايز اشوف بقى هل هو حقيقي scheduled ولا لا، يعني انت بتضحك عليا ولا انت حقيقي عملتها الساعة 12، وهو بيقول لي خلاص انا خلصتها وعملتها. فانا ممكن هروح هنا بقى على الجزء بتاع الماركتنج، وهروح على السوشيال ميديا بلانر. بصوا عمل ايه، schedule دي مكتوبة scheduled لوحدها، ولو انا دخلت عليها هلاقي الحاجات اتكتبت ايه، هتنزل عند مروان نصاب ستوب لوزنج سيلز تو بروكن فانل موست بزنس لي كذا 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 swipe through to discover 5 steps to finally build a funnel that converts like crazy اهو. وهتنزل على الانستجرام بالشكل ده. طبعا هي مش مكتوب فيها حاجه، ممكن كنت يعني اخليه يكتب فيها حاجه، بس هي هتنزل لو انا سبتها كده، هي هتنزل. بس انا طبعا هلغيها دلوقتي، ممكن اعمل delete. روعه. طيب ده اللي انا كنت عايز اتكلم يعني فيه النهارده. يبقى احنا قدرنا ان احنا نشوف الايديا، نحولها لبزنس ايديا ممكن ان احنا نعملها، عملنا برودكت ايكو سيستم. بعد كده بعد البرودكت ايكو سيستم طلعنا المنهجيه، وبعد المنهجيه طلعنا ازاي هنقدر نبيع المنهجيه دي من خلال ليد ماجنت انتري برودكت سيجنتشر برودكت. طب ازاي هنعمل السيجنتشر برودكت، شفنا هنعمله ازاي من السيلز بيج، طلعناها على كلود جيميناي ممكن برضو يساعدنا، وبعد كده خدناها حطيناها في فانل فاست عشان نعمل التسلسل بتاع الفانل بتاعنا. مش بس كده، ده احنا حاولنا ان احنا نشوف طب احنا هنكسب ولا هنخسر من كل الفانل ده. فعملنا كده شوية كالكوليتر صغيرة بحيث ان هي تساعدنا ان احنا نعرف هل الفانل بتاعنا هيكسب ولا مش هيكسب. الاجزاء اللي احنا عايزينها في 2026 ان الشخص يبقى عنده الاستراتيجي، ساعتها الادوات هتكون ملك يمينه، يعني هي بس الاستراتيجي بس انت اللي محتاجها. بعد كده الادوات هتبقى سهله جدا زي ما انتم شايفين. انت محتاج بس تكون شخص عندك استراتيجيات والادوات متاحه بين ايديك. ايه هي الادوات؟ من وجهه نظري هويه وفانل فاست، مع اختيار الى الام ممكن ان انت تستخدمه، كلود، جين سبارك، اي واحد فيهم تقدر ان انت تستخدمه. بدولة تقدر ان انت تعمل بيزنس ولوحدك. شكرا جزيلا لكم، ونشوفكم على خير دايما يا رب، مع الف سلامه. السلام عليكم.